بعد وعاد الحضاره الثانيه وتبني في اسفل يجبروا هذو الشيال الشيء داخل والذهب شوف فيه انواع 6 انواع 7 انواع بالمدافن التاريخيه وهذا مازال انفاكت يجب المحافظه عليه وسجلناه هون ايضا القطعه الثانيه هون نواحي تيس القطعه السابعه شوف حط لك الزمن ده ورمزية هذا المكان تعبر وتدل على أنه سكن الجهة الداخلة والإنهاب كانت دائما مرتبطة بأحداث العرش العلوي المجيد وكانت دائما تدافع عن حوزة الوطن ولا أدل على ذلك من هذه الملحمة البطولية اللي قادها أجدادنا وآبائنا وأهالي هذه المنطقة ضد المستعمرين الفرنسي والإسباني في 1957 وكانت يعني معروفة بعملية كوفيون وكانوا المجاهدين والمقاومين في صفوف جيش التحرير كانوا يعني قاوموا المستعمر بوسائل بسيطة رغم أنهم واجهوا الطيران وواجهوا الأسلحة المتطورة وهزموهم يعني انتصروا عليهم. هذا يعني هذه رمزية هذا المكان. رمزية هذا المكان تؤكد بأنه اليوم أبناء وحفدة هذو المجاهدين هم اليوم يحتفلون بهذه الذكرى الغالية على كل المغاربة في هذه الأرض الطيبة، أرض المقاومة وأرض الجهاد وأرض يعني اللي تعبر على أنه كل أبناء الأقاليم الجنوبية مرتبطين يعني وصف واحد وراء جلالة الملك من أجل استتباب الأمن واستتباب استكمال الوحدة الترابية. شكرا. كما نجدد تشبثنا بالولاء للعرش العلوي المجيد وانخراطنا المتواصل وتجندنا الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل الصيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة. ونحن نعقد هذا الملتقى الوطني الهام في هذا الظرف وفي هذا المكان في تخوم تيرس وبالقرب من الجدار الأمني. لا يفوتني أن أوجه تحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة الملكية بكل مكوناتها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لتدخلاتهم الباسلة ويقظتهم الدائمة في حماية حوزة التراب الوطني وحفظ الأمن والاستقرار من طنجة إلى القويرة، وهو ما يؤكد استعداد المملكة الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم وحدتنا الترابية لاستهداف وحدة المغرب وأمنه واستقراره. أبقى الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس ذخرا وملاذا لشعبه الوفي وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بسمو ولي عهده الأمير مولاي الحسن وشقيقته السعيدة الأميرة الجليلة لاله خديجة وشد أزره بشقيقه السعيد
الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد نافع، رئيس جمعية المواطنة والتنمية البشرية بجهة الداخل وادي دهب. اليوم ونحن نخلد الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد بهذه البقعة الطاهرة من أرض الوطن، منطقة البلاد، معلمة الجهاد، معلمة التضحية من أجل الوطن. كما تلاحظون اليوم ساكنة جهة الداخل وادي دهب تخلد بكل فخر واعتزاز هذه الذكرى الغالية باستحضار هذه الملحمة الوطنية الخالدة التي عبرت من خلالها ساكنة جهة الداخل وادي دهب منذ مطلع الخمسينات تشبثها بأهداب العرش العلوي المجيد. اليوم منطقة البلاد هي حقيقة تذكير لمن هو في حاجة للتذكير بأن ساكنة هذه الجهة كانت ولا زالت وستبقى وفية لبيعتها العلوية الشريفة وبارتباطها الوثيق بالمملكة المغربية، وبأنها جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. اليوم ونحن نستحضر تضحيات الأجداد نؤكد كأحفاد بأننا مستمرون في مسيرة النماء والبناء في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. الربح من جهة إقليمي موادنون. على العموم حضورنا اليوم هذه المنطقة المباركة اللي هي جهة الداخل وادي الدهب، هذه الجماعة المباركة، من أجل مشاركة إخواننا في هذا الحدث المميز البهيج اللي هو يجمع مجموعة من ذكرى احتفال بالمسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال. وأيضا حضرت يومه 13 من هذا الشهر في تأمين معبر القرقرات في قافلة انطلقت من مراكش وحطت الرحال بالمحبس ثم جهة الداخل وادي الدهب في القرقرات. على العموم كل الشكر والتقدير لجميع الإخوة الصاهرين وعلى رأسهم السيد رئيس الجهة والمنتخبين والأعيان قبائل ولاد الدليم على حفاوة الاستقبال، وأيضا رجال السلطة، وأيضا كل القوات العمومية والقوات التي تسهر على حماية هذا الوطن من أجل حماية هذا الوطن، وأيضا من أجل نمائه واستقراره، وأيضا من أجل تحقيق وبلورة خطب صاحب الجلالة على أرض الواقع. ولعل خير دليل هو خطاب صاحب الجلالة لا في الدورة التشريعية وأيضا في عيد المسيرة الخضراء. محمد الجيلاني، رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم أوسل. نلتقي اليوم على هامش إحياء الذكرى الثانية لمهرجان القلاد الذي جاء الآن بين حدثين بارزين، حدث المسيرة الخضراء المظفرة وحدث عيد الاستقلال. فالكل ولله الحمد يعيش أفراح ومسرات هذين الحدثين البارزين، والذي يقوله لسان الحال ولسان المقال هو أهلا بكم يا أباة المجد والكرم رواد بحر علوم العلم في الأمم، فأنتم كذلك مرحبا بكم في هذه الذكريات الخالدة، ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي صنعه آباء هذه الأمة وملوكها العلويين، مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه، مولانا الحسن الثاني قدس الله سره، وتركت الأمانة في أيدي أمينة هي أيدي محمد السادس أدام الله ملكه وخلد في الصالحات ذكره، وأقر عينه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد مولاي رشيد. ونحن متمسكون بشعارنا الخالد الله الوطن الملك، وبيعتنا خالدة ثالدة إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. شكرا لكم والسلام عليكم. الله يغضب ولا تصلى مرحبا مرحبا مرحبا
بريو